اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي من قناة ار في جي برو. اليوم رجعت لكم في مقطع جديد. اليوم مقطعنا حلقة جديدة من ارت اليو. وقبل ما نبلش المقطع لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. ومقطعنا اليوم راح نشرح او راح اعطيكم طريقة او جميع الطرق اللي ممكن تجيبوا فيها دايموند عفوا تجيبوا فيها نذر رايت. طبعا الاشياء اللي راح نحتاجها ستاكات من التي ان تي وشوية أسرة وفاير ريزيست. فاير ريزيست راح يكون اختياري، انت وكيفك يعني، بدك تجيبه بدك لا على كيفك. بس الأفضل انك تجيبه، لأن تجميع النذرايت لازم تنزل على واي 15 14. فلما بدك تطلع أحيانا بيكون في فوق كله لافا، بيكون صعب تطلع. فالأفضل انك تاخد اللي هو الفاير ريزيست. خلونا شوي نفضي مساحة عشان لازم نفجر بالتي ان تي أو بالسرير. وطبعا تقدروا كمان تحفروا تشعبي يعني بهذا الشكل والله والله حصلنا. اوكي والله كفو. حصلنا نذر رايت بالتشعبي بدون لسه ما فجرها، هو 3 حبات. والله يديم. اوكي، نطلع فيه. لا، مستحيل يكون في اكثر من 3، ودايما بيكون اما واحد او اثنين، واحيانا بتحصل 3 بس 4 مستحيل. يعني كذا حظك بيكون اسطوري. اوكي، نرجع نحفر عشان لا، في شيء. ايش الحظ الاسطوري هذا؟ اوكي، حبتين. ايش الحظ الاسطوري؟ التشعب حصلنا 5 حبات لحد الان بس ما فجرنا ولا شيء. طيب، هاي اول طريقة طبعا انك انت تسوي تشعبي، بس راح يكون حسب انت وحظك. في الحظ اليوم كويس كان. وبالأسرة تحطوا سرير، تحطوا بلوكة، بعدين تبعدوا شوي وتحطوا بلوكة وتفجروا كذا. تتفجر منطقة معينة ويطلع لكم نذر رايت. جدا طريقة سهلة وأتوقع أنها معروفة، والأفضل أنكم تسكروا هذه اللعبة. إذا قدرتوا تسكروها سكروها، وإذا ما قدرتوا عادي. عشان كذا إحنا بنجيب فاير ريزيستر عشان لو ما قدرنا نسكر هذه اللعبة عادي ممكن يعني ندخل جوا، ممكن يعني ما تأثر فينا بالفاير ريزيستر. بس المرة خلينا نجرب الطريقة الثانية، واللي هي طريقة التي ان تي. طريقة التي ان تي بهذا الشكل: تحطوا تي ان تي وتتركوا بلوكات، تحطوا تي ان تي وتتركوا بلوكات، تحطوا تي ان تي وتتركوا بلوكات. بس ما تكثروا، يعني تحطوا مثلا من 5 ل10 تي ان تيات. وانا ما معي فلنت فراح اخذ البطن. نحط بطن ونكبس على البطن نكبس على البطن على شو اسمه هذا، وبينفجر. وممكن نحصل وممكن لا. هي الطريقة الأفضل هي طريقة السرير. ومثل ما شايفين حصلنا يعني حبة. هل في حبة ثانية؟ ما في، حبة واحدة. اوكي، شكله حبة واحدة. طبعا في حال انكم ما حصلتوا، يعني مثلا فجرتوا مرة ومرتين وما حصلتوا شيء، غيروا الاتجاه. يعني بدل ما انكم تمشوا سيدة روحوا يمين او روحوا يسار او ارجعوا لورا عادي. لا تظلوا بنفس المسار. اذا ظليتوا بنفس المسار ممكن مثلا بعد 10 بلوكات 15 بلوكة ما تحصلوا شيء. عفوا، ممكن بعد انفجار انفجارين 3 4 انفجارات ما تحصلوا ولا شيء. فلازم انكم تغيروا الاتجاه، لان النذرات بيكونوا على حسب او بيكونوا على تشنكات معينة. يعني ما ادري صراحة بالبدروك ما اعرف كيف بيكونوا التشنكات. فانتوا اعتمدوا انكم يعني تمشوا على الحظ يعني. اذا ما حصلتوا غيروا الاتجاه، اذا حصلتوا كملوا على نفس الاتجاه. وحاليا بجمع شويتين، بخلص التي ان تي اللي معي، بخلص الأسرة اللي معي، وبسوي شوية تشعبي وبرجع لكم بمنطقتي. ورجعت لكم بعد تجميع تقريبا ساعة. صراحة حظي ما كان كثير. كان بس بالبداية كويس. يعني حظي بالبداية جمعت مثلا 30 حبة بكم سرير بس. مثل ما انتم شايفين جمعت ستاك و10 حبات، كمية كويسة صراحة. بس بالنسبة للأشياء اللي كانوا معي فكمية جدا قليلة. وحاليا طبعا تسألوني ليش النذر رايت كل هذا. يعني انت عندك نذر رايت وعندك دروع نذر رايت. طبعا انا بسوي لعبة تكون نظام بطولة PVP. واللعبة راح تعتمد على الحظ أكثر. فهي اللعبة راح تسويها إن شاء الله ممكن المقطع اللي قادم، أو ممكن المقطع اللي بعده. وصراحة الموارد اللي أحتاجها في اللعبة هذه مرة كثير. مثل ما شايفين بنحط النذر رايت حاليا بجست الموارد.
طبعا أحس إنه الدايموند قليل عندي، لازم إني أسوي كيفنج كذا أبو ساعة ساعتين أجمع لي ستاكات دايموند. ممكن أسوي الكيفنج على بث على التويتش، يعني تابعوني على التويتش، رابط التويتش موجود تحت في الديسكربشن. أحيانا بثوث على تويتش. طبعا هذه الموارد اللي أحتاجها لبناء اللعبة، بناء الأرينا اللي تبعت البي في بي، يعني أحتاج تقريبا فوق أكثر من 15,000 بلوك، من كونكريت لخشب لستون لكبل ستون لكبل ديب سليت لديب سليت عادي، أحتاج تقريبا 15,000 بلوك. دعمونا بزر اللايك واشتركوا في القناة، خلونا نوصل 700 مشترك وبس. والله ما زلت نقطة اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم علي قناة ار في جي برو، ومع السلامة.